قتلني زوجي وأخبر المحكمة أنه كان يلعب معي فقط، ولكنني مت. أنا لولا عبد العزيز من الصومال. دعني أخبرك قصتي. كنت أعيش في مدينة مقديشو في الصومال، وأعمل موظفة في المطار. تقدم لي شاب وتزوجته، وأنجبت منه 5 أطفال. وفي عام 2020 توفي زوجي، وبعد 2 تقدم لخطبتي شخص آخر اسمه سيد علي، لكنني كنت رافضة فكرة الزواج. وبعد عدد من المحاولات استطاع إقناعي أنه سيعتني بأطفال ال5 ويعتني بي، وستكون لنا حياة رائعة وسعيدة. وفعلا وافقت بالزواج منه، ومع مرور الأيام بدأت بحبه. ولكن كان هناك بعض الملاحظات، حيث أنني اكتشفت لاحقا أنه كان مدمنا للعبة القمار، وبدأ بصرف أمواله التي كانت تختفي بسبب خسارته المتتالية، وبدأ بطلب الكثير من المال مني لدرجة أنني وصلت لمرحلة بيع سيارتي الخاصة. ثم بعد مدة من ذلك، حيث كنت حاملا بطفل في الشهر السادس، أعلنت إفلاسي ولم يعد معي أي مال لأعطيه. ثم كان غاضبا وحقد، وقرر الانتقام مني. في أحد الأيام، تحديدا بداية شهر فبراير عام 2024، دخل علية على غرفتي وبيدة علبة من البنزين، وبدأ بضربي حتى وقعت على الأرض، وقام بصب البنزين فوقي، ثم أشعل شمعة ورماها، وخرج من الغرفة وأغلق الباب. كانت هذه الجريمة أمام أطفالي ال5. تم القبض على المجرم، حيث أنه قال في جلسة المحاكمة الأولى إننا كنا نلعب، وأن علبة البنزين كانت في يدي من الأساس، وأن الشمعة التي أشعلت الحريق وقعت بالخطأ، وذلك ما جعلني أموت